السلام عليكم. النهارده هنعمل شويه قراقيش. قمت كده قلت اما نقوم نعمل شويه قراقيش صغيره للاولاد يفطروا بيهم. هنعمل ايه؟ عندنا 2 كيلو دقيق نخلينهم كويس، 2 كيلو دقيق، كوبايه سمسم، نص معلقه ملح صغيره، ريحه كحك ربع معلقه صغيره برضو، ماشي، واحده خميره، واحده بيكنج باودر، كوبايه لبن، سمنه كريستال، هنعملها بكريستال، بس لما تيجي تجيبوها ايه، غير مهدرجه. شايفين؟ ممتازه وبتطلع الحاجه جميله جدا، حلوه جدا. عايزه تعملي بسمنه بلدي براحتك، بس انا هوريها لكم ازاي هتبقى ممتازه لما اعمل بيها. هنعوز قد ايه في ال2 كيلو؟ كيلو ونص، ماشي. يلا مع بعض هنشوف هنعمل ايه. نفتح السمنه، بننزل نقلبها شويه، هاخد نصها بس. يلا مع بعض. نولع عليها، نحطها على العين التانية براحتنا. ولو عوزنا تاني نبقى هنشوف الدقيق هيعوز تاني ولا لا. هنيجي هنا، شايفين؟ بيكنج باودر على الدقيق، ماشي، كوبايه السمسم نقيينه كويس قوي، ريحه الكحك مش كتير عشان بتسمر الدقيق، نص معلقه ملح صغيره، نروح جايين حاطين معلقه سكر في اللبن، شايفين؟ ونحط مع اللبن لبن دافي. انا مش بحطش لبن كتير لان اللبن الكتير بينشف لي الحاجه. واحده خميره، وحطينا في الدقيق ايه، واحد كربونات، اسفه، بيكنج باودر. نقلب بقى كده شويه عقبال ما السمنه تقدح على النار كده شويه. ليه بقى بنخليها تقدح على النار شويه؟ لان اللي بنحطها على النار تقدح شويه دي بيقعد فتره كويسه ما بيجرالهوش اي حاجه. لكن لو عايزين تعملوها بسمنه بارده كده من غير ما تقدحوها، هتقعد لمده اسبوع 10 ايام، كبيرها قوي القرص. ندوب الخميره كويس، السمنه على النار اهو. ادي الدقيق والسمسم، خمسة كده تقدح السمنة. نرجع لكم نقلب بقى الدقيق والسمسم، المكونات كده، بيكنج باودر مع بعض كده.
انا حاطاها في حاجه ألمونيا ليه او حاجه ستانلس، لان السمنه بتبقى سخنه. ما تحطوش في حاجه بلاستيك او حاجه، اي حاجه يعني ما تتحملش سخونيه السمنه. بنعمل كده فحره كده في النص كده. ونشوف كده، نجرب السمنه نشوفها اتقدحت ولا لا. اتقدحت شويه اهو 5. لما تيجي تحطوا السمنه والحاجه لازم يبقى جنب البوتاجاز او قريبه منكم كده، عشان ما تمشيش بالسمنه لانها بتبقى سخنه جدا. خلي بالكم، ربنا يسترها عليكم. ماشي، طفينا عليها. ماشي، نروح حاطين كده بسم الله الرحمن الرحيم، مش كله. ونقلب كده. ريحه السمنه خطيره. خلي بالكم عشان بتبقى سخنه جدا. هنفضل نقلب كده شويه. عايزاها ناعمه شويه. حط قد ايه سمنه؟ قد كيلو ونص كده وحته صغيره، عشان تبقى ناعمه. عايزينها ناشفه شويه، حط كيلو وربع سمنه بس، براحتكم انتوا بقى. بس هي كده ممتازه. هنسيبها تهدى خالص. عشان ايه؟ هنبقسها بايدينا، بس هتسيبها ايه تهدى خالص. كده هديت كده بعد ما قلبناها كويس بالمعلقه الخشب. نفضل كده نبس شويه كده. بنشرب السمنه في الدقيق بس يكون هادي عشان بيبقى سخن. انا قلعت الجوانتي لان العجين ما بينفعش البس جوانتي فيه، ما بتحكمش فيه كويس. تفضل تبسي كده، شايفين؟ تاخدي شويه بشويه وتبسي كده شويه. لسه برضه سخن شويه. زي ما احنا على البوتاجاز اهو بنعمل كل حاجه. بص في ثانيه كده. نجيب من تحت كده لا يكون في دقيق، ونفضل نبس كده كويس. اهم حاجه في القراقيش او القرص او الحاجات دي اللي هو الايه البس ده تفضلي تبسي كده. بس تكون ايه زي ما قلت لكم كده، ايه تكون السمنه هديت كده في الايه في الدقيق. ويكون هادي. ليه بقى؟ عشان احنا هنحط اللبن والخميره، فما ينفعش نحط الخميره والسمنه والدقيق سخنين كده. لازم نسيبها تهدى. خلاص بسيناه كويس. هنجيب اللبن الدافي والخميره ومعلقه السكر ونقلب كده عليها.
كوبايه لبن صغيره، مش بكتر اللبن عشان اللبن بينشفها، وممكن ما تحطوش لبن على فكره خالص. ماشي. وللعجن بقى نحط كده شويه بشويه كده. هنكمل كده بميه دافيه خالص فتره كده. حطينا كوبايه ميه، هنحط نص كوبايه الا ربع كده، ونفضل نعجن برضو. كل ده زي ما احنا اهو على البوتاجاز، ما بهدلناش الدنيا ولا عملنا اي حاجه، كل حاجه يعني في ايه، في اطار البوتاجاز كده يعني. هتفضل شويه بشويه كده تلم معاكي. ال2 كيلو هيدينا كميه كويسه. هنفضل نحط قد ايه بقى ميه لغايه، لان انتوا عارفين طبعا كل دقيق هنجيب دقيق لجميع الاغراض. حطينا كمان نص كوبايه ميه تاني كده، ونفضل نلم كده. كل ما نحط لها كل ما ايه بتشرب السائل اللي احنا بنحطه. بسم الله ما شاء الله. بس هي عايزه شويه صغيرين خالص. تاني شايفين جميله ازاي؟ والسمسم شايفين جميله ازاي؟ والسمسم جميل. السمسم مش بنجيبه ابيض، بنجيبه متحمص وبنقيه كويس قوي. هنحط شويه ميه صغيرين بس، قد نص كوبايه بس. نفضل نقلب، مش هحط ميه تاني خالص، نسيبها تشرب دولت وخلاص. عايزه تجربي في كيلو دقيق براحتك انت بقى. نضيع الميه دي كلها اللي مديه خط ابيض كده. شايفين بسم الله ما شاء الله بقت جميله. شايفين طريه وناعمه وجميله جدا. شايفين تحفه. كده كويسه جدا، مش محتاجه اي حاجه. يلا مع بعض بقى ايه مع الرخامه نشكلها نشوف هنعملها بايه. خلاص عملنا العجينه اهي. شايفين غطيناها بستريتش او بكيس، سبتها شويه حاسه ان هي خمرت شويه. شايفين تحفه. نغطيها تاني كده عشان انا سبتها شويه فخمرت. ماشي. نغطيها كده ونشكل فيها. حطي ممكن بس احنا هنشتغل على الرخامه. نقطه زيت واحده بس كده. ونجيب كده بايدينا بنشابه باي حاجه.
عملنا العجينه كده، فردناها بايدينا عادي بالنشابه براحتكم. نفضلوا كده خلاص، ونروح جايين كده شايفين. بس انا حاسه ان دي ماشي. جبنا الخطين كده، نحط جوه ايه، هنعملها ساده براحتكم، بس انا عامله عجوه شايفين، بلح عادي، وتحط له نقطه ميه وتحطوه على النار، هيبقى كده تحفه كده ناعم. كان زمان يعملوا بالسمنه ومش عارفه ايه، لا والله انا اللي عاملاها كده لوحدي كده، يعني لوحدي كده حطيت لها نقطه ميه، ما كانش لسه طلع ان احنا نحط لها ميه ومش عارفه ايه، لا كان اول بيحطوها بسمنه وتفضل بقى ايه، وتفضل بقى تضايقنا وتبقى ناشفه، ومهما نسويها تبقى ناشفه في قلب القرصه، لا شايفين كده. نلفها كده ونبتدي ايه، نقطعها كده شايفين، ونرص في الصينيه. يلا مع بعض نعمل الكميه كلها ونوريها لكم. ممكن نفردها كده برضو، اعملها بالطريقه اللي تعجبك. ماشي، نحط العجوه برضو نعملها زي ايه، كعب الغزال كده، مكعبات صغيره. مقفلين كده، قفلوها كويس عشان ما ايه، ما تتفتحش من هنا كده. نفضل ايه شايفين، ندوس كده بصابعنا على العجينه عشان ايه، العجوه ما تطلعش بره وايه تنشف. عايزه تعملي ساده، عايزه تعملي بملبن، براحتك انت بقى. ماشي، ونروح عاملينها ايه،
مكعبات كده زي كعب الغزال، شايفين كده. عايزين تعملوا مربع براحتكم، اي حاجه. شايفين؟ هنعمل شويه بعجوه ونعمل ايه، شويه ساده. يلا مع بعض. بسم الله ما شاء الله، عملنا الكميه كلها بعجوه وساده. شايفين؟ بسم الله ما شاء الله، 2 كيلو الدقيق عملت لنا كميه كبيره قد ايه. شايفين؟ بسم الله ما شاء الله. وعاملين انصاص برضو، شكلوا الطريقه اللي تعجبكم. هنسيبها بقى من 2.5 ل3 ساعات، 3 ساعات يخمروا، وهنغطيهم. يلا مع بعض. القرص بتاعتنا خمرت اهي، شايفينها؟ هنعمل ايه بقى؟ هنبتدي كده باي شوكه بقى كده، ننغصها كده بالشوكه. هنولع الفرن بقى على ايه، 220 او 240، كل واحد تبع الفرن بتاعه. هنعمل بقى الكميه كلها ونحطها في الفرن. بسم الله ما شاء الله، طلعنا اول صينيتين اهو، شايفين؟ حطيته على 220، احمر من تحت، طفيت ورحت مولعه الشوايه، نزلتهم تحت خالص ورحت مولعه الشوايه، وخليت بالي كل شويه ابص عليهم كده. بص كلهم سوا واحد ازاي، تحفه. بسم الله ما شاء الله، تحفه. رحتوا بقى مش عايزه اقول لكم خطيره. انا عايزه اوريكم، ابو عجوه عامل ازاي. شايفين؟ مش متحمل، قرمشه من بره مع العجوه، خطيره. شايفين؟ تحفه، وريحته وطعمه خطير. بسم الله ما شاء الله، طلعنا الحاجه من الفرن اهي، جميله. بسم الله ما شاء الله. ال 2 كيلو دي رملنا كميه كويسه جدا. شايفين قد ايه؟ بسم الله ما شاء الله. عملنا بالعجوه زي كعب الغزال اهو، عملنا الانصاص، عملنا قراقيش جميله قوي. يلا مع بعض نقدمها. عملنا القراقيش الجميله، عملنا ساده، عملنا بعجوه، ريحتها تجنن، تحفه. قولوا لي ايه رايكم، وبالهنا والشفا. صباح الخير عليكم. النهارده هنعمل الفطير الفلاحي بطريقه سهله وبسيطه. عندنا دلوقتي كيلو دقيق، وعندنا معلقه ملح صغيره ممسوحه، وميه، بس ميه دافيه. خلاص، سهل جدا. قلنا اما نعمل فطيرتين كده مع بعض. ماشي، نخلين الدقيق كويس، رشينا عليه
رشه الملح، وقلبنا كده الملح كده، معلقه صغيره ملح ما تكونش مليانه قوي، ونروح نازلين بالميه. طبعا انا مش هلبس جوانتي لان ده عجين، الجوانتي هيمسك في العجين. نقلب كده، بسيط وسهل وجميل. نفضل ايه نزود كده، لا هنخليها طريه قوي ولا ناشفه قوي، مظبوطه. هنفضل بقى نقلب شويه كده، انا هقلب بايدي. هنشوف هتعوز ميه تاني ميه ولا لا. نفضل نقلب كده، حسب ما الدقيق هياخد ميه قد ايه. انا ما بقولش مكونات عشان في دقيق بيشرب ميه، في دقيق ما بيشربش، مش كله. انا هقول لكم هتبقى عامله ازاي دلوقتي. انا حطيت يجي كوبايتين ميه كبار، هعجناها لغايه لما بقت كده. شايفين؟ لا تقيله ولا خفيفه. شايفين عامله ازاي؟ نسيبها بقى تريح قد ربع ساعه. هنغطيها كده بستريتش وهنسيبها متغطيه ربع ساعه. سيبناها ربع ساعه، هنقطعها بقى. نقطعها على الرخامه، احنا ماسحين الرخامه مصبينها كويس. نقطعها كده مسحه بس صغيره كده من الايه، من الزيت عشان نقطعها. شايفين؟ قد البيضايه اللي هي ايه، البيضايه الحمراء كده، يعني مش كبيره قوي. شايفين؟ نرص كده ورا بعض. شايفين؟ نعمل بقى الكميه كلها ونجيلكم. قطعنا الكميه كده. شايفين؟ بعد كده ايه، هنجيب شويه زيت هنرش على الوش كده، ندهنهم كده بزيت عشان الوش بتاعهم ما ينشفش. نغطيهم استرتش او نفتح كيس مشمع كده ونسيبهم ربع ساعه كمان. سيبناهم لمده ربع ساعه ريحوا شويه. هنبتدي بقى نجيب الزبده، زبده فلاحي وشويه زيت، بس الزيت يكون نوع حلو. انا هحط زيت ذره قد كوبايه الا ربع كده، ونبتدي نفرد انا هعمله لكم بطريقتين.
الطريقه دي اللي بعملها، الله يرحمك يا امي، كانت هي اللي بتعملها. نبتدي نفرد كده، لو اتقطعت ما يجراش حاجه، ما تقلقوش. تفضلوا كده ايه تفردوا، شايفين؟ تشدوا كده، انا مش عاملاهم كبار قوي، شايفين؟ تفضلوا تفردوا كده، نحط كده ايه زبده بسيط من جوه كده، ولا يهمك تتقطع، احنا كده ايه هنلمها كده، شايفين؟ نلمها على بعض كده، نركنها على ايه على جنب كده، نركنها على جنب كده. نجيب واحده تاني، زبده بسيط كده، سهله جدا يعني ايه، عاملين زي اللي بنلعب كده، شايفين؟ لو مطت معاك العجينه سيبيها ايه تريح شويه، نروح جايبين دي حاطينها جواها، نروح لمين ايه نفضل نعمل كده بقى، شايفين؟ نركن، اعملوا بقى عدد الطبقات اللي انتوا ايه عايزينها. كده ونحطها جواها برضو، نفضل ايه نفرد كده. انا قاطعه 2 كبار برضو عشان ايه هنحطها جواها لسه، ونحط كده ونحط جواها ايه زبده بسيط كده، تفضلوا ايه شايفين؟ بس افردوا على الاخر. نركنها، نفضل نعمل كده لغايه هقول لكم، تفضلوا تحطوا طبقه جوه طبقه، عايزين تفردوا بنشابه براحتكم، بس انا بعمل بايدي احسن. تفضلوا كده توسعوا في العجينه كده، الفطيره، وتاخدوا الحرف وتشدوه كده عشان الهواء يدخل جواها. كل ما ترقوا كده كل ما يطلع طبقاته حلوه خفيفه. ناخد بقى الطبقه اللي احنا حاطينها دي
حاطين زبده على الوش اهو، شايفين؟ سهله جدا. انا عاملاها وانا واقفه على الرخامه كمان. الرخامه حكماني لانها مش كبيره مش عريضه قوي. تفضلوا توسعوا كده، لو اتقطعت ما يجراش حاجه. تاخدوا الحته اللي هي ايه مقطوعه قوي تجيبوها كده، شايفين؟ تفردوا كده، شايفين؟ ونحط برضو ايه، حاولوا نحطه في كل طبقه كده. زبده، نفرد كده، شايفين؟ دي الفطيره اللي جوه بعضيها. هنسيبها ايه تريح. هندي للصينيه زيت كده ونحطها وسيبها لمده ايه 10 دقايق ولا 5 دقايق تريح كده في الصينيه عشان نعرف نفردها. اكلناها. هنيجي في التانية هنعمل كل طبقه ايه فوقيها. زيت بسيط كده، تفضلي ايه تفردي برضو. دي الطريقه التانية للفطير. لو اتقطعت ما تخافيش عادي، اشتغلي. افردي كده، نجيب الطبقه التانية برضو كده، شايفين ولا ايه؟ نجيب واحده ثانيه ونفضل نفرد برضو زي ما قلت لكم مساحه شايفين؟ ونروح حاطينها ايه على دي الطريقه الثانيه، ونحاول ايه نحط كده فوق بعض، وكل طبقه نحط عليها جواها زبده. نفضل نعمل ايه الطبقات دي كلها فوق بعض. نكمل بقى ونجيلكم. اخر رق بقى نفردها اهو. عملت لكم طريقتين، الطريقه اللي تعجبك اعملي بيها. في ثواني كده عملناهم، شايفين؟ كل راق نحط ما بينه ايه زبده. جايبين كده حاطين عليه. نجيب الصينيه بقى دهنينها، نلمها كده. احنا هنرجع نفردها تاني بس نسيبها ايه تريح قد 10 دقايق كده. عملت لكم الفطير بطريقتين، نسيبهم بقى يريحوا ونروح نولع الفرن. ولعنا الفرن على 220 وهنحط طبعا انتوا عارفين فطير يعني ايه زبده وقشطه.
حلو كده. وسعوا كده الفطيره بقى كده. لو ما اتفردتش معاكي استني شويه. فرديها على الاخر عشان تطلع كبيره في الصينيه دي اللي احنا عاملينها الكبيره. عاملين واحده كبيره واحده صغيره. طبعا وش اللبن او قشطه عندك براحتكم. بيحطوا على وشها مع الزبده زبادي. عشان نغرسه كده. فردناه في الصينيه اهو. شايفين؟ تحفه. دي مقاس صينيه صغيره شويه عن دي. عايزه ارقيها شويه بتخفيف الطبقات براحتك. زبده كده. نحط كده شويه قشطه من على الوش. لو مفيش قشطه مش مشكله، زبده وخلاص. الفرن سخن جدا. يلا بقى نحطهم في الفرن. شايفين؟ طلعنا الفطير قعد يجي تلت ساعه في الفرن على 120. شايفين من تحت لونه ذهبي ازاي؟ تحفه. شايفين؟ ريحته خطيره. ايه رايكم بقى في الجمال ده؟ عملناهم في ثواني كده. ايه رايكم؟ شوف كده. انا كمان متخرجاهم سخنين لسه، يعني المفروض استنى عليهم شويه. شايفين؟ بس هو عشان لسه سخن. شايفين الجمال والحلاوه؟ ريحته خطيره. هروح التانية برضو.
شايفين طريه ازاي؟ لا غطيناها ولا اي حاجه. شايفين مورقه ازاي؟ ده كمان عايزه تبرد عشان نطلعها من بعض. يعني ايه انا نطلعها؟ شايفين؟ يلا مع بعض ندوق كده. خطير، ريحته وطعمه خطير جدا. شايفين؟ تحفه. قولوا لي ايه رايكم، وبالهنا والشفا. عملنا الفطير الفلاحي تحفه، ما خدش وقت ولا اي حاجه، جميل جدا، ريحته خطيره. كليه بالعسل، كليه بالقشطه، كليه بالعسل اسمر على طحينه جبنه، اللي يعجبك. قولوا لي ايه رايكم، وادعوا لي دعوه حلوه، وبالهنا والشفا. رحنا على البوتاجاز عشان نعمل ايه؟ احلى بشاميل. معلقتين زيت كده صغيرين او سمنه اللي يعجبك. حط على مكعب زبده كده عشان نحط كتير. وننزل البصل. انا بحب اشوح البصل شويه، لان البصل لما بيتشوح بيدي طعم جميل. نتبله شويه بس كده، بيخلي اللحمه المفرومه بتبقى جميله. في بيحط الاول اللحمه وبعد كده البصل، بس انا بحب احط البصل الاول. يلا مع بعض. تبلت كده شويه، ننزل باللحمه المفرومه. ممكن تحط ربع نص اللي يعجبك تبع الصينيه او صينيه البايركس اللي انت هتعملي فيها. انا حطيت بصلتين كبار وده نص كيلو لحمه، هنشوف هنحط كله ولا لا. طبعا الصينيه بتاعتك. حاطين الميه على البوتاجاز اهي غليت. هنحط مكرونه حوا النوع اللي يعجبك. وهنحط شويه ملح بفلفل
المكرونه. طبعا ما بنحطش في المكرونه زيت ولا حاجه ولا اي حاجه كده، عشان ايه ما تلزق فيها البشاميل على طول. هو شويه ملح، ما نغطيش الحله كمان عشان ما تفوش. نعصر اللحمه اهي. هنرش عليها بقى ايه شويه ملح، زعتر مطحون، وحبهان، وشويه قرفه، فلفل اسمر طبعا، القرفه بتخلي ريحتها جميله. وكمان هنحط لها جوز الطيب. حطينا جوز الطيب كده في اللحمه، تخلي اللحمه ريحتها جميله. كل ده احنا مولعين عليها، هنعدي عليها النار كده والمكرونه اهي بتستوي. دلوقتي هنحط معلقه صلصه على اللحمه المفرومه، مش كتير. انا بعملها من غير صلصه، بس المره دي هعملها بالصلصه، مش كتير. معلقه بس كده. المكرونه قربت تستوي، يلا بقى عشان نعمل البشاميل. نيجي بقى نعمل البشاميل. هننزل كده معلقتين زيت، ومكعبات زبده، وهنحط 3 معالق كبار دقيق،
ومعلقه نشا. جربوا حطوا النشا مع الدقيق. شايفين؟ معلقه نشا مش مليانه قوي يعني ايه، معلقه نشا واحده معاه. ونبتدي نقلب. نبتدي كده لغايه لما ريحه الدقيق كلها تطلع كده، نقلبها حلو كده. وحطيت زبده ومعلقتين زيت. عايزه تعمليها بسمنه براحتك، تعمليها بزيت براحتك، الحاجه اللي تعجبك. نروح نازلين باللبن شويه بشويه كده، وتقلبي. بصي فكت في ثانيه ازاي. نقلب. سهله وبسيطه. شايفين؟ ولا كلكع ولا اي حاجه. كلكع منك ما تخافيش. بعد ما لو كلكع معاكي بشويه لبن واضربوهم في الخلاط ولا هيجرى اي حاجه. شايفين؟ ايدك على طول فيها ما تسيبهاش. حط لها لبن، حط لها شوربه اللي يعجبك. نحط لها بقيه اللبن اهو. عايزه شويه شوربه حطي، عايزه شويه ميه وما عندكيش شوربه حطي معلقتين ميه براحتك. هنحط عليها برده كده. شايفين؟ خميره فوريه، مرقه دجاج فوريه. بتلخبط معلش. مرقه دجاج فوريه بحبها، بتديها طعم كويس. شايفين؟ ثانيه الا ثانيه اتعملت. خلصنا البشاميل. تحفه، ما خدش ثواني، ما كلكعش معايا ولا اي حاجه. تحفه. يلا مع بعض نقفل بقى صينيه البشاميل. جبنا البشاميل والمكرونه. طبعا حطيتهم هنا عشان يسهل علينا احنا بنحط. نحط كده شويه بشاميل في الدايركس من تحت كده. نبتدي نحط المكرونه. عايزه تحطيها كده براحتك، تقلبيها. عايزه ترصيها براحتك. حطينا نص المكرونه. هننزل بقى باللحمه المفرومه. شايفين البايركس ما خدش اللحمه كلها عشان مش كبير قوي. ونبتدي نحط بقيه المكرونه. قبل ما نحط المكرونه نحط كده على البشاميل، نحط على اللحمه المفرومه شويه بشاميل صغيرين كده.
حطينا شويه بشاميل على اللحمه المفرومه. نجيب شويه جبنه، اي نوع جبنه عندك. دي الحم دي جميله قوي. هنحط شويه كده صغيرين، مش عايزه تحطي ما تحطيش، براحتك. رومي، موزاريلا، اي حاجه. نبتدي نحط بقيه المكرونه. حطينا الطبقه الثانيه من المكرونه. على فكره المكرونه ما بتكونش مستويه قوي، تسيبي اخر تكه فيها كده عشان لسه هندخلها في الفرن. ما نسيحش البيركش او الصينيه قوي عشان ما تفرش في الفرن وتعمل دخان. تحفه اهي. عايزه تحط على وشها بيضايه بشويه فلفل اسمر براحتك، عايزه تحطيها كده حطيها، هتحمر برضو. نمسك بقى المنديل كده عشان ما يكون بايركس، لازم ننضفه كده عشان ايه ما يتحرقش في الفرن. شايفين تحفه. دلوقتي هنجيب شويه جبنه بقى صغيرين كده مش كتير، شويه جبنه موزاريلا كده صغيرين. كفايه كده. يلا بقى نحطها في الفرن. بسم الله ما شاء الله. خرجنا البشاميل من الفرن، تحفه، ريحته جميله جدا. يلا بقى نقطعه كده ونشوف. بسم الله الرحمن الرحيم. انا بحبها وهي سايحه صراحه، يعني بحب اكلها وهي سايحه كده. عايزين تسيبوها تهدى شويه براحتكم. بسم الله الرحمن الرحيم. واو، شايفين؟ انا بحبها سايحه كده. خطيره، تحفه، جميله جدا. عايزه اسيبها تتقطع عشان تبقى مكعبات براحتك. ريحتها وطعمها جميل. قولي لي ايه رايكم، وبالهنا والشفا. قطعنا قطعه بعد ما هديت شويه، تحفه، ريحتها جميله، طعمها تجنن. عايزه تاكليها سايحه براحتك وهي سخنه، عايزه تهدى شويه وتبقى زي دي براحتك. قولي لي ايه رايكم، وبالهنا والشفا.
السلام عليكم. النهارده هنعمل الاكله المفضله اللي كله بيحبها وبيحب يعملها، اللي هو الكشري. الحله الواحده بسيطه وسريعه. احنا قلينا البصلايه هنا، انا هعمل حله صغيره خالص. قليت البصله، خرطتها، رشيت عليها شويه دقيق، قلبتها حلو، حمرتها. دلوقتي شلناها الزيت بتاعها اهو. هنحط الشعريه. انا بعمل كميه مش كبيره، يعملوا طبقين بس كبار. هنفضل نقلب كده. حطينا الشعريه بعد ما احمرت، هننزل عليها الرز مغسول. نبتدي نقلب كده، نشوح الرز شويه عشان يبقى طالع ايه، مفلفل. معلش الكاميرا اتهزت مني. نفضل نشوح شويه حلوين، نفضل نقلب كده في الرز بالشعريه لغايه لما يفلفل خالص كده. شايفين؟ نروح نازلين عليه بالمكرونه. المكرونه اللي انتوا عايزينها، اي نوع، نحطها كبيره مع صغير. ونفضل برضو نشوح شويه كده. لازم نغلف المكرونه بالايه، بالزيت بتاع الرز والشعريه، عشان خاطر ايه، ما تطلعش النشا بتاعها. المكرونه اللي احنا حاطينها، انا مش حاطه مكرونه كتير لاني ما بحبش المكرونه كتير. جميله قوي الحله الواحده دي، بتوفر علينا حاجات كتير. نفضل نشوح كده شويه. بعد ما نشوح نروح حاطين عليه العدس دوت نص كوبايه كده، كبيره شويه، منقوعه في ميه بقالها يجي ربع ساعه في ميه سخنه بتغلي، بيعتبر استوى نص سوا. ونقلب برضو. شايفين؟ نفضل نشوح كده شويه. هنحط له ايه، ملح بكمون. الكشري بتحط له ملح بكمون. ونفضل ايه، نشوح شويه كده حلو. شوحنا كويس كده. شايفين؟ اصلا ريحته جميله لان عاملينه بزيت البصل، فريحته جميله جدا. شايفين؟ هنعمل ايه، هنحط بقى شويه مكرونه سباكيت صغيره كده. انا بستعمل حوا مش كتير. هكسرها على 3 كده واحطها. ونروح نازلين ايه، بميه بتغلي من الكاتل.
لغايه لما نغطي المكرونه خالص كده. شايفين؟ نسيبها ايه تغلي شويه، وبعد كده ايه نهدي عليها النار. شايفين؟ اتشرب اهو. هنبتدي ايه نقلبه كده تقليبه بسيطه كده من تحت ومن فوق كده، تقليبه بسيطه خالص. شايفين مفلفل ازاي؟ تحفه، ريحته جميله جدا. هنسيبه بقى 5 يتشرب وبعد كده ندفع عليه. شايفين اتشرب وبقى جميل ازاي؟ مفلفل تحفه، ريحته جميله جدا على فكره. يلا بقى نغرفه مع بعض. عملنا الكشري اللي في الحله الواحده، تحفه، ريحته جميله جدا. ما خدش يجي ربع ساعه وعملنا احلى كشري. عملنا الصلصه الحمراء بتاعته والدقه البيضه في ثواني. ايه رايكم؟ وبالهنا والشفا.